2500 درهم زياده، 1000 درهم في التقاعد، 300 درهم كذا محسوبه. الا ما قبضتهاش من هنا 2026 يجري علينا بالحجر. هذا تحليل متواضع ديالي. انا في المنظور الشخصي ديالي راه الاساتذه تهلاو فيهم بزاف وقواو عليهم، مكانش اللي يعطيهم داكشي كامل، كثروا بزاف، داك خير ولا شر. انا في المنظور ديالي استاذ ولا بخير لاباس عليه، اغلبيه الاساتذه ميسورين، ما عندهم لا كريديات لا والو، ما شاء الله الصالير ديالهم تبارك الله كيشاد الخير، ويصرفوا وكيبقى ليهم الخير. انا كان في المنظور ديالي ان كان على الوزاره اش كان خصها ليها دير، كان خصها تنقص الخير الشيط، كان خصها تنقص شويه من داك التعويض. لاش دايره لهم زيرو تعويض؟ الزيرو راه ما قاضيه والو، راه الاساتذه راه بقى فيهم الحال. وقالوا لكم اسيدي نقصوا لينا، زيدوا نقصوا داكشي راه شيط اصاحبي. لاش الضياع هذا والتبذير خصكم تعطيو شويه، خصكم تاخذوا لهم شويه، راه ما خديش والو. بالله عليكم واش هادشي كيدخل العقل انك تعطي الاعوان ديال الاستاذ وتخلي الاستاذ اللي هو الاساسي في المنظومه؟ كنجيو كنشوفوا هاد التعويضات اللي جات في النظام الاساسي الجديد انها مسات شكون؟ المدراء، المفتشين، اساتذه المبرزين، وغيرهم، الاطر، يعني بعض الحراس العامون، يعني ديال الخارجيه الداخليه كذا ما الى ذلك، العديد من الاطر اللي قاسهم هاد التعويض هذا. بالله عليكم شو اللي داخل القسم وتيكون داك الوليدات؟ شو اللي كيدير التكوينات؟ شو اللي كيسهر الليالي في التصحيح؟ شو اللي كيدير الحراسه؟ شو اللي كيقشرح لكم الامتحانات؟ هادشي كامل شنو؟ ما فهمتش انايا. واش هادشي ما عندكمش ولا ما كيعاودوهش ليكم ولا نتوما غير سامعين؟ ما فهمتش انا والله ما فهمتش. هذا من جانب. يعني تخيل انت مشيتي عوضتي الاعوان وخليتي الاساس، راه هذاك المدير الاكاديمي ولا المدير الاقليمي ولا المدير ولا المفتش هادو كاملين تيخدموا الاستاذ، والاستاذ هو المحور في هذا الشيء كامل، وهو اللي تيضرب تماره اكثر من الشيء الاخر كامل. وهذا الشيء الناس اللي في القطاع راه عارفينه، ولكن هذا الشيء هو اللي الحقيقه اللي ما كيقولوهاش، ما تيخبيوها. ما فهمتش علاش. فاحنا ماشي حاسدين هاد الناس، بالعكس هما خوتنا. عندنا اصدقاء مفتشين الله يسهل عليهم والله يغنيهم، عندنا اصدقاء مدراء حتى هما ربما يشوفوا الفيديو الله يسهل عليهم والله يتفرح عليهم من القلب. غير هي كان خص يكون واحد التكافؤ ديال الفرص، نظام اساسي يكون عادل على الاقل ومحفز. حنا كوننا كاساتذه متعاقدين دابا مبقيناش غير كنشوفوا في هذه القضيه ديال التعاقد، ولينا كنحطوا رجلنا كنهزوا رجلنا من بلاصه كنغرقوا في بلاصه اخرى اكثر منه. وعليه فراه هذه كيبان لي حقره للقطاع ديال التعليم وحقره للاستاذ واهانه للكرامه ديالو. ولهذا راه الاساتذه اقترحوا انهم غيديروا اضراب وطني نهار 5 اكتوبر. وعليه فخليو لي شنو الاراء ديالكم نتوما في هذا الاضراب اللي غيدار وغيتزامن مع اليوم العالمي للمدرس؟ شنو الراي ديالكم فيه؟ وشنو الراي ديالكم في هذا النظام الاساسي الموحد اللي صدرات الوزاره الوطنيه؟ واش عالج لنا العديد من القضايا؟ واش انه بالعكس جا بغى يعالج القضايا؟ ولا كيف ما كنقولوا زاد الطين بله؟ اذا عطيوني الاراء ديالكم وان شاء الله هنايا نناقشوا هذه الامور في التعليقات. يلا متمنيش لكم بالتوفيق، بالتوفيق لجميع الاساتذه وتبارك الله عليكم.